تعرض برشلونة هذا الموسم ل6 هزائم، وجميعها جاءت في المباريات التي لم يبدأ فيها رافينيا أساسيا، وهو رقم يكشف حجم تأثيره الكبير داخل منظومة المدرب هانز فليك. وآخر هذه الانتكاسات كانت السقوط القاسي أمام أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة، في مباراة ظهر فيها الفريق بلا ضغط حقيقي وبمساحات شاسعة بين الخطوط. يعتمد أسلوب برشلونة على الضغط العالي، ورافينيا عنصر محوري في تنفيذه، بحيث يقوم بمنع الخصوم من بناء اللعب بأريحية، وبدونه يصبح الخط الدفاعي مكشوف، وهو ما تكرر أمام فرق مثل باريس سان جيرمان وتشيلسي وريال مدريد، والأرقام تؤكد ذلك. في كل هذه الهزائم استقبل برشلونة هدفين على الأقل، والخلاصة أن فقدان رافينيا لا يعني فقدان جناح فقط، بل فقدان روح الضغط والتوازن الدفاعي بالكامل.